هي ايه كميه الفوضى اللي هم عايشين فيها دي؟ تعالوا نشوف البنوته دي هتعمل ايه في الاوضه. هتغيرها تغيير فظيع. عايزاكم تشوفوا الفيديو من بدايته لاخره، لان هما بنتين بيتحدوا بعض، كل واحده هتعمل الاوضه على مزاجها، ونشوف مع بعض انهي اوضه فيهم هتبقى احلى. بصوا هتبتدي تغير الاوضه ازاي. بصوا اللي هما بيحطوه ده ورق حائط، لان ناس كتير بتخش تسالني هو ده نوعه ايه. هو ورق حائط اكيد، بس هما عندهم الحاجات بتبقى سلسه عن عندنا. بصوا هي بتبتدي تغير الاوضه خالص، بتبتدي بقى تفرش وتنظف. بصوا كده في النهايه الاوضه حلوه قوي، انا عجباني وحاسه ان هي اوضه شبابي كده، يعني تنفع شبابي قوي. وبرضو تقدروا تاخدوا منهم افكار ان احنا بابسط الطرق ان احنا نغير المكان اللي احنا قاعدين فيه. يعني احنا ممكن باقل امكانيات نغير الديكور في بيتنا ويطلع حاجه حلوه جدا وتبقى حاجه مريحه لينا وتبسطنا. بصوا دي اوضتها متبهدله اكتر. بصوا تبتدي كده تشيل وتنظف. بس انا مش عارفه بجد، طب هما بيبقوا عايشين اصلا كده ولا هما يعني مش فاهمه. اصل هي بيوتهم بتبقى واصله للمرحله دي ازاي؟ بصوا كده ابتدت تفرش، بس انت ما سيقتيش ولا عملتي حاجه. وبتبتدي تغطي الحيطه. بصوا كده السرير، برضو السرير ده عجيب قوي ان هما مش عارفه السرير ده يعني كده بحس انه عجيب كده. بصوا ابتدت تخلص كده الاوضه. بصوا انا فرشتها. بصي الاوضه دي كمان عجبتني قوي. الاوضتين بصراحه حلوين قوي، بس انا حاسه ان الاوضه الاولانيه سيمبل شويه عندي. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات رايكم ايه في الاوضه الاولى ولا الثانيه. انا شيماء غريب، لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي الكومنت اللي زي العسل شبك ولايك عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه كتير تعجبكم. مع السلامه.